السلام عليكم. اليوم تعالوا نسوي باذنجان بالصميد. شلون طلع عندنا كلش مقرمش وحلو. طبعا حتى ما سحب دهن ابدا وصار لونه يخبل. عبالك لحم، يعني من تاكلين عبالك لحم دجاج او سمك، وتحطين البهارات اللي يعجبك. شوية تقطعينه هيك ثخين، يعني مو تكون خفيفة، بين الثخين والخفيف هيك بهذا الشكل. عشا خفيف وحلو واحد يسويها بدال ما يحير يسوي أي شي، يعني بهذا الشكل. طبعا كلش عجبني هذا الوصفة. هذا الشكل. بعدين طبعا احنا راح نحطه بمي وملح حتى تتنقع وتسحب. بعد من تتنقع تاخذ المي، الباذنجانة فد نص ساعة تنقعينها أو ربع ساعة بالمي، تذب المرارة مالتها. وانت اختاري اصلا خوش باذنجانة بدون حبوب حتى شو تكون يعني مو مرة حلوة. بس عاد من تحطيها وتنقعيها فد ربع ساعة بالمي وشوية ملح وياه، شو تصير يعني ما تسحب مي، ما تسحب دهن، العفو. هنا أنا حطيت بيها مي وملح وخليتها تتنقع فد ربع ساعة. هنا نجيب نحضر المكونات. هنا عندنا سميد، هذا السميد الناعم، كان عندي بس هالقد طبعا بالكيس، بس هالقد كان عندي، يمكن الحمد لله كفاني. هنا أنا عندي هذا الباذنجان، طبعا جبنا بيضتين أيضا، كسرنا بيضتين فوقاهن كيفك بعد البهارات اللي تريدين واللي تحبينه. حطيت اني الثوم المطحون حطيت بيه، بس انت تقدرين حطينا فلفل اسود همينه وشويه ملح. بس انت تقدرين تحطين بعد اي شيء، مثلا الفلفل الاسود او بهارات اللي يعجبك بكيفك، بعد انت تحطين بها اللي يعجبك. هنا أنا قليته بهذا الشكل، صار شكله تشوفون بالدهن هيجي. طبعا هو بساع طبعا صار أحمر، بساعة تقلى وصار أحمر بهذا الشكل. هنا أنا راح أجرب لكم أشوفكم إنه هو ما سحب دهن، بس هيجي يعني بساع واستوى، شي خفيف وطيب من تاكلونه. يعني الباذنجان دائما احنا متعودين عليه انه ساحب دهن، هذا ما سحب دهن ابد، بنفس الدهن سويت كلها طبعا وبقى منها زايد. هنا أنا كان عشان هنا سباكيتي، وهو هذا إن شاء الله يعجبكم وتجربونه. وصلوا على محمد ولا تنسون اللايك والاشتراك. مع السلامة.